هم شفتوا بيخبطوا. I'm filming. بصوا هو لسه بقول لكم هنا بيتضايقوا من التصوير فخبطت على الازاز. في قلب المدينة المظلم حيث تلتقي الأضواء الحمراء بالظلام في عالم مخفي ما يعرفش عنه كتير. دي مش مجرد شوارع، دي حكايات من الماضي والحاضر، تروى على إيقاع من السرية والغموض. اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي عبارة عن جولة في أحد أقدم شوارع هولندا، تجربة لثقافة حاولت كتير ألاقي لها فيديوهات على اليوتيوب ولكن كلها انتهت بعدم وجود أي فيديوهات لحد خاض التجربة دي من قبل، وده غالبا بسبب منع التصوير في المنطقة الحساسة دي. في الفيديو ده هنتجاوز الواجهة المزيفة ونكشف عن الوجه الحقيقي للمنطقة الحمراء. استعدوا لرؤية ما لم يرى من قبل. دلوقتي المفروض داخلين على الشارع الاحمر او اللي بيسموه الريد لايت ديستريكت هنا في هولندا، فقلت لازم اصوره لكم. مبدئيا بصوا دي مبوله عليها لاين، مبوله على النهر على طول، بحيث ان انتوا لو فجأة حسيتوا ان انتوا يعني عايزين تخشوا الحمام بدل ما يطلعوكم من الشارع وتروحوا تدوروا على مكان تخشوا فيه حمام، لا تقفوا في اللاين وتخشوا في المبوله دي في السريع جنب النهر، وبعدين تكملوا جولتكم هنا في شوارع الريد لايت ديستريكت. هحاول ان انا ما اجيبش الناس اللي شغاله هنا في الفيديو عشان انتوا يعني ما تضطروش ان انتوا تشوفوهم، وفي نفس الوقت عشان هم بيتضايقوا ان هم يطلعوا على الكاميرا، فهنحاول ان احنا نفرجكم بس على الاجواء بشكل عام. في فنادق طبعا لان احنا برضو في شارع سياحي واكيد في ناس حابه ان هي تيجي تقعد فيه، في كافيهات وكلابس وطبعا رقصات جوه، وفي النص هنا النهر، يعني في شارع رايح. عادة الناس هنا لما بتيجي تلف في الشارع ده تتمشى لحد آخر الشارع وبعدين تروح عاملة يوتيرن وترجع تتمشى كده الناحية التانية. من اللي أنا شايفه لحد دلوقتي يعني الناحية اللي احنا فيها دي حيوية أكتر شوية، ومعدي اهو بوليس. ده واحد مغربي مشكلجي شكله، او يعني ممكن يكون من بلد تانية، ولكن هو شكله يعني من الاكسنت بتاعه شكله مغربي، شكله يعني he was bullying the police. That's insane. كان جريء يعني بيرخم على بتوع البوليس. المفروض ان احنا ممنوع التصوير، فهحاول ان انا اتكلم يعني وما نطلعش الناس اللي ورانا في الصوره يعني عشان بيتضايقوا، وممكن كتير قوي يطلعوا يضربونا، لان كتير من الناس اللي في الشبابيك اللي انتوا شايفينها ورايا دي اصلا رجال، فيعني رجاله متحولين خلينا نقول، كلها عباره عن شبابيك بالمنظر اللي ورايا ده. الستات في الشبابيك واقفين يعني مستنيين حد يختارهم، مستنيين حد يعني الزبون يجي يخبط على الشباك ويقول لهم يعني عايز جوله معاكم في الغرفه. مش عارف اقولها لكم ازاي، بحاول ان انا على قد ما اقدر اخلي الالفاظ الاباحيه في القليل، ولكن هو ده واقع الشارع الاحمر هنا في هولندا. كتير من الشبابيك دي مكتوب عليها يعني ان ممنوع التصوير. هم شفتوا بيخبطوا. I'm filming. بصوا هو لسه بقول لكم هنا بيتضايقوا من التصوير فخبطت على الازاز وبتقول لي يعني اقفل الكاميرا لان هنا ممنوع، وكتير على الازاز ايه دلوقتي هننزل كاميرا. ليه؟ بص الشباب واقفين بره ازاي؟ ممكن يطلعوا بيمب، عارف؟ وكتير من الشبابيك مكتوب عليها ان ممنوع التصوير، ولو صورته هتبقى غرامه يعني 150 يورو او حاجه كده، ده اقل حاجه. طبعا الغرامه الاكبر ان هم يطلعوا يضربوني ويبقى معاهم حد يعني زي ما تقولوا كده بيدافع عنهم فيجي يضربني، فاحنا هنحاول ان احنا نقلل الموضوع ده على قد ما نقدر. بصوا كميه الناس والسياح، طبعا يعني قليل قوي من الناس دي جايه الزباين هنا في المنطقه، معظمهم سياح وجايين يعني يتفرجوا او يشوفوا الاجواء هنا عشان اول مره يعني بيسمعوا عن الشارع ده كتير ولكن ما يعرفوش عنه يعني، فبيقولوا خلينا نروح نستكشف. بصوا واحدة واقفة فوق اهي بترقص، ممكن حد من اللي بيتمشى في الشارع يروح يعني يخش لها كده ويسألها بكام الساعة والحاجات دي كلها. اي نعم انا عارف ان الموضوع ده حساس لناس كتيرة بتتفرج، ولكن ده واقع الناس عايشاه يوميا في شوارع امستردام هنا، وواقع ناس كتيرة بتسمع عنه يعني عن امستردام، لان امستردام معروفة في المخدرات او الحشيش يعني عشان نبقى يعني سبيسيفيك اكتر، او الكانابيس زي ما بيسموه. والحاجة التانية هو الشارع الشهير، شارع احمر وبامبي، ويعني في شارع تاني اسمه الشارع الازرق. الشارع الازرق ده بقى بتاع الناس اللي بتحب الناس اللي شبهها، خلينا نقول كده. مش عارف والله، اول مره اعمل فلوج من النوع ده، بس عايز ان انا افرجكم يعني على الاجواء عشان تبقوا فاهمين الدنيا شغاله ازاي هنا. في برضو بارز، مش كل حاجه يعني هنا بنات، في برضو بارز لو عايزين ان انتوا تخشوا تقعدوا عادي تعيشوا اجواء
يعني في ناس اكيد جت اتفرجت مثلا على ماتش هولندا هنا في اليوروز. بار عادي. Hey bro, how you doing? I like your shirt. سكران شكله مش مركز معايا. بصوا ده بار صغنن هنا في الشارع الاحمر. هلو. بصوا معلقين فلوس من كل بلد ومكتوب على الفلوس رسالة من كل بلد. بار صغنن كده نطلع منه نكمل جولتنا في الشارع الأحمر. على الله النهارده ما نتضربش يعني، لأن حاسس إن حتى هيطلع في الآخر يعني يدينا بومبا. بصوا الناس واقفة اهي بتختار. وتهت أنا من زمايلي معرفش راحوا فين، ولكن لازم ان احنا نلاقيهم في الشارع. وكل دول اسمهم امستردام هوست، ناس واقفه كده تساعدكم تقول لكم تروحوا فين او تعملوا ايه في الشارع اللي انتوا فيه ده. والناحيه الثانيه برضو سكيورتي، عشان لو جه حد دلوقتي ضربني غالبا دول هم اللي هينقذوني. نسال الجماعه دول التصوير ايه نظامه هنا. Sorry, do you think it's fine to film here? No, you cannot film. They're gonna be mad? It's not allowed? Yeah, Because I asked someone who works here and he said film, but like be careful with the... No, it's not allowed. Complete. You can do it, but if you take the fine, then it's on you. So there's a fine for filming them? Yeah, 100 euro. Okay, damn. So I should be careful. Yeah. Alright, thank you. فالظاهر فعلا طلع في مخالفة هنا في الشارع الأحمر للتصوير. قالوا لي أنت ممكن تصور، ولكن أنت يعني والغرامة اللي هتدفعها أنت اللي حر. فنحاول ان احنا نبقى في الخباثه ونصور لكم موضوع في الخباثه، ولكن يعني برضو 100 يورو مش مشكله. لو صورنا لكم فلوج حلو ولكن في الاخر دفعنا 100 يورو مش مشكله، مقدور عليها. ولكن اهم حاجه ان احنا ما نتضربش. في طبعا كازينوهات ما اعرفش الظاهر لسه ما فتحتش، ولكن في كازينوس كتير وبارز كتيره. دول الظاهر مقفلين النهارده واخدين اجازه. كل بنت بيبقى ليها يعني شباك، بتاخد شيفت كده تروح مأجرة مثلا المكان كام ساعة تشتغل تلم زباين وتعمل اللي هي عايزاه، وبعدين تروح مبدل حد تاني يجي يقعد مكانها. وغالبا كل غرفة من دول بيبقى فيها أوضة من جوه، يعني هو في شباك، بعدين ورا الشباك ده في غرف بقى نوم لأي حد يعني عايز يخش في تفاصيل أعمق شوية. بصوا هنا مثلا مكتوب ان في غرامة 240 يورو لو صورنا، ولكن احنا يعني شغالين اهو بنحاول ان احنا نصور لكم في الخباثه. واحد اهو داخل الزبون، والناس لما بتصور بيخبطوا لهم جامد على الشباك، يعني اللي هو ما تصوروش، ممنوع كده. احنا نهينا الصف اللي على الشمال. What's up bro? Nice to meet you. What do you think of Red Light District? I said what do you think of Red Light District? My man, it's the best in the world. Where are you from? Belgium. Belgium. Like you have Moroccan blood? Yes. Okay. 50-50. 50-50. Nice to meet you. Take care. Yeah, same. كده احنا خلصنا الحارة اللي على الشمال، جينا لحد آخر الشارع. هنا نهاية هنا اليو تيرن اللي كنت بحكي لكم عليها. نعمل يو تيرن ونرجع الشارع اللي على اليمين دلوقتي. هو كان باين عليه أفضل شوية، ولكن you never know، ممكن يكون هو أزحم من التاني وفي أكشن أكتر. بس مهم إن احنا نحافظ على إن الكاميرا ما تتدمرش النهارده. How much do you think it is? Like I think $100. $100 for what? For 1 hour? For 1 hour of talking, one yeah. sex. Huh? For 1 sex. talking. Don't say this. ما اعرفش تفاصيل الاسعار، ممكن يبقى في منيو مثلا عند كل واحده، ولكن اتخيل ان هو منيو. Maybe they have a menu bro. ولكن الظاهر ان هي يعني ممكن تبقى في حدود 50-100 يورو في الساعه، او ما اعرفش بيحسبوها ازاي هنا. في زبون داخل اهو. الحلو ان الناس بتخش بثقه، يعني هو بيكون ماشي وفجاه خلاص عجبته واحده، وبيكون عجبته واحده بتخبط لي على الازاز وانا ما بصورهاش اصلا. بتكون عجباه واحده ويروح داخل على طول يقول لها يلا ها في الانجاز كام، عايزه كام. بصوا الشارع جميل الصراحه، يعني بعيدا عن انه هو يعني شارع فيه شقاوه كتير، ولكن هو شارع جميل يعني اركيتكتشر او يعني منظر. ما اعرفش ليه في اسره هنا، ولكن الظاهر ان هم دخلوا الشارع ده غلط. اسره مسلمه يعني خليجيه غالبا، جم الشارع ده غالبا غلطه. ادي بار تاني اهو، نخش نشوف الاجواء. بصوا بار لذيذ من جوه.
هاي مان. الظاهر ان هو مكان بايكرز او حاجه كده، ولكن حلو تغيير ان انتوا تبقوا ماشيين بره في الشارع تزهقوا عايزين بريك تخشوا تشربوا لكم يعني مشروب سريع وتكملوا جولتكم في الشارع. البوليس اهو بيتمشى حوالين الشارع برضه عشان يتاكدوا ان هو ايه الدنيا امان. Sorry. Do you mind if I ask, is it fine if I film here or No, you can't film. it's not allowed? It's not allowed to film. Ah, okay. Otherwise you get a fine. Yeah, I'm just asking before I start. Yes. Thanks. أدهم دخل يسأل. I was like, hey, like, so what's the menu? I used your pickup line. She's like, well, first, where are you from? And I was like, oh, I'm from Egypt. She's like, oh, I'm Czech. I was like, oh, Mlushevsky? She's like, oh, no, I don't. I was like, come on, you don't speak Czech and you're Czech. It's cap, you know? So, But it's 100 euros for saying, hey, how are you? How you doing? And then, what's hey, how are you? How you doing? you know, and 200 euros for like a full conversation. Okay. For a full meal. Ah, yes. For combo. For combo like لو عايزين كومبو يعني بالبطاطس وكل حاجة ب 200 يورو. لو عايزين بس يعني بطاطس من غير ساندويتش وميلك شيك والحاجات دي ب 100 يورو. Sorry. Is it allowed to film here? Because I'm not sure. Like, It's not allowed to film the ladies. If they see you filming, they're always gonna take you film them. and, okay, so there will be a fine, or they will just beat me up. Yeah, you can get a fine, and they will just beat you up. Beat me up. It's just both. And like, what do you guys do? Like, is it security or is it like? Hospitality, information, and safety. So it's like a tourists ask you questions and you. Yeah, and safety. Okay, so safety. you will protect me if anything happens. But not for the girls. I'm protecting the girls. Okay. You know it, right? I know. But, hoes before bros. Nice to meet you. Nice. الراجل بقول له يعني لو انا اتمسكت وضربوني يعني هتدافع عني؟ قال لي لا، انا هنا عشان ادافع على البنات. فبقول له هوز بيفور بروز، يعني مش بروز بيفور هوز. مفهومه برضو لان هو شغال هنا، المفروض ان هو بيحميهم بشكل عام يعني، ولكن في كتير من الامستردام هوز دول موجودين هنا عشان يساعدوا السياح. يعني حد مثلا تايه زي يقول لي لا بص يا كابتن ممنوع التصوير، لا خش يمين هتلاقي بنات احلى، خش شمال هتلاقي بنات احلى، وهكذا. فهم اسمهم امستردام هوست، المفروض ان هم بيبقوا لابسين احمر وبيساعدوكم يعني ان انتوا ما تتوهوش في المنطقة. بصوا لما الستارة تكون مقفولة افهموا يعني ان هو في ايفنت بيحصل جوه. يعني طالما الستارة مقفولة يبقى في حاجة بتحصل بالداخل، يعني مش معناها ان هم مقفلين النهاردة، لا، طالما النور مفتوح يبقى هم مفتحين النهارده، ولكن طالما الستاره مقفوله يبقى في يعني حفله جوه. So bro, man, you guys look so happy. What's happening here? You are Albanian? No, I'm from Bulgaria. Turkey. I can hear it, bro. Nice to meet you. Hard luck today. Thank you. Hard luck. You live in Holland? Yeah. And you come to Red Light a lot? Two times per week? Yes. And just for fun, or you go like to also ask for? Just for fun, yeah. Just for fun. All right, man. Nice to meet you. Nice to meet you. Have a nice day. Yeah, you too, bro. الظاهر ان في شباب كتير يعني بتيجي تقضي الويك اند بتاعها هنا، لان احنا دلوقتي قابلنا مثلا واحد بلجيكي بيقول لي is the best place in Holland، وقابلنا واحد تاني اتنين اتراك دلوقتي بيقولوا لي احنا بنيجي مرتين في الاسبوع. قال لي just for fun، يعني ما اعرفش for fun دي معناها ايه، ولكن المهم ان هم بيجوا يعني هنا frequently، بيجوا كتير. دي المبوله اللي كنت بوريها لكم. بصوا تكونوا هنا مثلا مزنوقين، بدل ما يطلعوكم من الشارع وتروحوا تدوروا في حته تانية، لا، تنجزوا حاجاتكم هنا. مبوله سريعه كده يعني improvised جنب النهر، وبعدين تروحوا طالعين تكملوا جولتكم. يعني هم مش عايزين يلهوكم ان انتوا تمشوا من الشارع، لا، هو لازم تكونوا هنا يعني في الشارع الشهير. معظم التواجد هنا يعني للشباب قدي مثلا في العشرينات، وفي ناس كبيره برضو في السن، ولكن يعني الاغلبيه ناس في السن بتاعي من 18 لحد 30 يعني، خلينا نقول. في طبعا اكبر برضو، ولكن ده الاغلبيه. هناك برضو الشارع مش كله يعني زي ما انتم فاكرين، في برضو ظاهر ناس عايشه في المباني او في شركات، ولكن هي معظمها يعني حاجات سياحيه زي البالاس اللي قدامكم ده، القصر زي ما مكتوب. في طبعا صور اباحيه بره عشان يعني بيقولوا لكم ان انتوا لو دخلتوا في شوز والحاجات دي، وفي كافيهات وفي بارز، وفي ناس بريئه يعني زي كده جايه تصور لكم فلوج من
شارع الشقاوة في هولندا. Do people actually live here? Even I looked at an apartment here. You looked at an apartment here? But it's a lot cheaper here than other centers. Yeah, because it's loud, right? It's loud and there's a lot of pickpockets and a lot of thieves. في حرامية كتير هنا بيقول لي، وفي برضه زحمة ودوشة. الظاهر هو واحد مأجر شقة هنا تحت اهو، او ده معرفش كافيه ولا بار او مطعم، شكله يعني مكتب. ولكن بيقول لي ديفيد صديقنا اللي عايش هنا ان هو الايجارات في المنطقه او في الشارع ده ارخص، لان يعني دوشه وفي حراميه ويعني سياح، فمش احلى حته. ده لاين برضو لكازينو او بار او كلاب يعني. لا في اجواء تواجد كبير للسياح يعني، فعلا تعرفوا لما تيجوا هنا ان ده الشارع السياحي الشهير. وطبعا انا اي حد بقول له انا رايح هولندا بيقول لي ايوه يا عم بقى رايح شارع الشقاوه وتخش الكوفي شوبس والكلام ده كله. ولكن انا في العادي جاي اصور لكم فلوج عن ماتش هولندا وتركيا وبنحتفل في الشارع والكلام ده كله. ولكن الناس بتكون فاكره يعني ان انا جاي ازور المناطق دي. اي نعم احنا بنزورها عشان نصورها لكم، ولكن في العادي مش منطقة يعني أنا أجي أتفسح فيها. ولكن حلو برضه الواحد يستكشف مناطق وثقافات مختلفة. أدي بصوا المنظر، الناس بتيجي تتصور بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. نهر فوق الروعة، حارة على اليمين وحارة على الشمال. تقدروا يعني تتمشوا على الشارع كله وتعملوا يوتورن وترجعوا وتلفوا تاني وهكذا. كنت بقول لكم شباب، راح الراجل ده جاء قدامي. الموضوع لا يقتصر فقط للحارتين الرئيسيتين اللي هنا دول، لا في حواري جانبيه كمان تقدروا تخشوا فيها تستكشفوا يعني اوبشنز جديده. بص الراجل اهو دخل يسأل يعني غالبا. لا في شقاوة كتير بتحصل هنا. فكنت بقول لكم يعني ان الموضوع لا يقتصر فقط للشارع الرئيسي ده، بل في حواري بقى داخله يمين وشمال. ولكن عاده يعني الاوبشنز اللي بتبقى في الشارع الرئيسي بتبقى اوبشنز يعني اغلى شويه. اللي في الشوارع الجانبيه ايجارهم بيبقى اقل لان ناس اقل بتشوفهم، فبالتالي بيبقى اسعارهم ارخص. طبعا كتير منكم هيتساءل هل الموضوع ده ليجل هنا يعني او مسموح بيه في هولندا؟ ايوه 100% ليجل، والبلد بتدعمهم يعني، هي عامله لهم الشارع ده دعما لهم، وطبعا بتدافع عنهم كمان يعني، حاطه على كل شباك ان ممنوع التصوير. Don't fall. You're right. وحتى it's for my YouTube video. Oh, okay. Hello. You are Turkish? Yeah. Nice to meet you. No, I'm not Turkish, but I understand Turkish. Where you are from? Iran. Iran. Salam. Chaturi. Nice to meet you. فكنت بحكي لكم ان هنا الموضوع يعني هم مدافعين عنهم، حاطين لهم هنا بوليس وحمايه والكلام ده كله، غير ان هم كمان يعني حاطين ممنوع التصوير مثلا، فانا ممنوع ان انا اصورهم. ممكن تكون واحده فيهم مثلا طالبه وبتذاكر الصبح وبالليل بتيجي تشتغل هنا يعني من غير ما اهلها يعرفوا، فعايزين يعني ان هم يعملوا فلوس اضافيه. فانا لما اجي اصورها خطر عليها ان هي مثلا ممكن اهلها يعرفوا، ده يعني اوبشن من الاوبشنز. فهنا فعلا البلد بتدافع عنهم لدرجه ان هم هيطلعوهم من الشارع ده، لان سكان الشارع بيشتكوا كتير. فالخطوه اللي عايزين يعملوها هي ان هم ياخدوهم في مكان زي مول، ويبقى مول كده كله شبابيك، وتتمشوا انتوا جوه المول اكنكم بتعملوا شوبينج، بدل ما تختاروا زارا وبرادا لا تختاروا سارا ولا سيمونا مثلا. فدي يعني الستيب اللي هم عايزين يعملوها دلوقتي في الشارع الاحمر، عايزين يقفلوه يقلبوه شارع بيورلي سياحي، وبعد كده يفتحوا لهم المول ده يعني عشان هم يشتغلوا براحتهم من غير برضو ما الناس تيجي ترخم عليهم. فاي نعم الشارع ده شارع سياحي وبيكسب البلد كتير قوي، ولكن هم عايزين برضو يفكروا في حماية البنات وحماية السكان اللي عايشين في المنطقة دي، لان المنطقة دي لو كان يعني الموضوع فيها اهدى شوية الشقق دي تتأجر باغلى بكتير وهكذا. فيعني زي ما تقولوا كده فيها افادة للناحيتين. وطبعا زي اي مكان تاني في اهل البلاد اللي هي المانيا وهولندا وكده، لازم في الشارع يكون برضو في محل دونر كباب او كباب يعني بشكل عام. مسيطرين هم برضو على السين بتاع الاكل، لان الناس طبعا هنا بتخرج وتحفل، فبعد الحفله لازم يبقى في مكان كباب تركي كده تنهوا بيه الليله. كنت عايز برضو احكي لكم ان كتير من الاماكن اللي قدامنا دي مش بس للبيزنس. We need to help with some research. What kind of research? We need to understand what gender that one in the blue is. Okay, I think like blue light means that they are like. But take a look. Okay. الظاهر ان في كتير منهم اشكالهم مشكوك فيها يعني، ما تعرفوش ده راجل ولا ست، ولا ست متحوله لراجل ولا راجل متحول لست. ففي مناظر كتير يعني صعبه شويه، ما اعرفش ايه اللي حصل، ولكن الناس عماله تسقف. الظاهر في
حد ممكن نط في النهر ولا حاجه. اوه ده واحد لسه طالع يعني زبون عند واحده، فهو طلع من الاوضه، فالناس يعني مهيصه بتسقف له وتقول له يعني مبروك على الحفله اللي انت دخلتها. هو طلع من الاوضه والناس بدات تسقف له. ايوه هي دي، استنى بس كل الناس بتتفرج عليها. اشمعنى؟ الظاهر ان الاوضه دي فيها اكشن كتير، وداخل كل اوضه بقى فيه سرير، يعني من بره ساعات بيبان، لو بصيتوا جوه في تحت كنبه، وفي جوه غرفه فيها سرير، غرفه بتتقفل طبعا عليكم عشان يبقى فيه يعني خصوصيه، وفي اماكن تانية يا دوبك بيبقى فيها السرير والست واقفه قدام السرير. لما انتوا بتخشوا بتروح قافله الستاره، يعني عشان ايه محدش يتفرج عليكم من بره. كنت بحكي لكم ان كتير من الاماكن دي مش بس بنات يعني واقفه على البوابات، لا ده كمان يعني في متاحف، في متحف مثلا تخشوا في مكان معين بيستخدموه، يعني مش عارف اقول لكم في ايه بالظبط، ولكن انتوا فاهمين قصدي. ممكن تخشوا كلاب بيبقى فيه شو لايف، يعني انتوا تخشوا تتفرجوا بدل ما تفتحوا يعني ويب سايتس معينه، تخشوا تتفرجوا عليها لايف المكان اللي هتخشوه، يعني الكلاب او البار. فلا في اوبشنز متعدده يعني للسياح اللي دماغها رايحه في حته غلط، في اوبشنز كتيره يعني تلهيهم. والبنات اللي شغاله هنا مش بس هي شغاله يعني ومحميه من الدوله والموضوع اللي هي بتعمله ليجل تماما، لا دي بتدفع كمان ضرائب. يعني الحاجات اللي بتحصل جوه دي بيدفع عليها فلوس، والفلوس دي بيدفع منها ضرائب. فالبنات دي يعني فول ليجل، وفي منهم بيعملوا الموضوع ده فول تايم، في منهم طبعا ممكن يعملوا مثلا تدرس الصبح وترجع بالليل تشتغل الشغلانه دي. فالموضوع هنا فولي ليجل يعني، وله ورق وله ملفات والحاجات دي كلها. فما تفتكروش ان هو ده بس لعب، لا ده شغل يعني. في ناس قابلناهم دلوقتي قالوا لنا ان في سكام بيحصل في الموضوع، يعني خدعه يعني. You know, they say 100 euros for the service, but they don't specify. Once you're in there, you pay 100 euros. And then if you want to go further, they're like, okay, more money. But they don't make it clear. من الأول. What do you think you get for 100 euros? Hand job? Yeah, hand job. I mean, فزي عندنا في الأهرامات مثلا لما يقولوا لكم هنركب على الحصان وهنوصلكم لحد الأهرامات مثلا، ولكن يقول لكم ب 100 جنيه، ما يقول لكمش مثلا ان الركوب على الحصان ذات نفسه من غير ما يتحرك ب 100 جنيه، ولما تروحوا عند الأهرامات بقى 250 جنيه، وعشان ترجعوا من الأهرامات لحد البوابة الرئيسية ادي 250 جنيه تانيين. ففي الآخر تلاقوا نفسكم دفعتوا 600-700 ألف جنيه حتى عشان تركبوا على حصان. فزي ما احنا بنضحك برضو على السياح، هم عندهم نفس الفكرة، ولكن في الشارع الأحمر هنا كنت بحكي لكم ان المكان مش كله شبابيك، في كمان متاحف. يعني ده مثلا اسمه ايروتيك ميوزيوم، طبعا هتلاقوا عالم جوه في مكان وحاجات غريبة. with the collection of erotic art from all over the world 5 story، يعني 5 أدوار. المتحف 5 أدوار، يعني في كل حاجة تتخيلوها عن تاريخ الريد لايت ديستريكت وعن المكن والحاجات دي كلها، المكن يعني اللي بيستخدموه في حاجات غريبة. وطبعا الشارع اللي احنا فيه ده حبيبي، الشارع الأحمر. ايوه الشارع اللي احنا ايه قول تاني؟ ايوه محدش يجي فيه بالظبط. قابلنا اخواننا مصريين هنا بيتمشوا في الشارع بيتفسحوا. الشارع اللي احنا فيه ده يعتبر من اقدم الشوارع في البيزنس اللي احنا بنتكلم فيه ده، من ال 1500 وهو شغال في البيزنس ده، ومن اقدم الشوارع هنا في امستردام، يعني من الشوارع العريقه والقديمه جدا هنا في امستردام. فالموضوع مش جديد مثلا طالع جديد سياحه، لا الموضوع بقاله سنين وقرون حتى. بصوا في نفق هنا لو دخلتوا فيه تلاقوا على اليمين اوبشنز يعني، ودي غرفة من الغرف فيها سرير وحوض وحمام غالبا او غرفة نوم داخلية كمان، ولكن هي دي الغرفة يعني غرفة متواضعة. وده نفق كده تتمشوا فيه برضو تشوفوا الاوبشنز يمين وشمال. هي اليافطة اللي بتقول لكم ممنوع التصوير، 240 يورو غرامة. وهنا الستارة مقفولة فالظاهر في ناس مشغولة جوه، ولكن هي دي الأوضة يعني من الداخل. بيبقى فيه كريم وكوندومز وحاجات كده، وعلبة السجاير بتاعت البنت اللي شغالة هنا، وغير كده يعني مكان متواضع. وده هنا مطلع الشارع. لسه متعرفين على صديق جديد هنا من اوكرانيا، فكان بيحكي لنا ان هو في شوارع بيبقى فيها جنسيات معينه، يعني في شوارع مثلا فيها رومانيين، شوارع تانية لاتينوز او كولومبيات، شوارع تانية اوكرانيات، وهكذا. الموضوع يعني زي ما انتوا مثلا بتشوفوا في ميلانو بيبقى في مصريين وبيجيبوا قرايبهم، هنا نفس الفكره، بيبقى برضو مثلا واحده كولومبيه تجيب بنت خالتها وبنت عمتها واصحابها والكلام ده كله، فبيبقى في جنسيات مختلفه في مناطق مختلفه. وبس كده، هو ده الفلوج السريع
السريع الخفيف عن الشارع الأحمر اللي قدرت أصوره لكم يعني في الفترة اللي كنا متواجدين فيها في الشارع ده، لأن الصراحة التصوير صعب وكل شوية يعني حد يطلع يقول لنا ممنوع وخلي بالك وأنت بتصور إيه ويخبطوا لنا على الإزاز. فحاولت إن أنا أصور لكم على قد ما أقدر بحيث إن إحنا نعمل فلوج خفيف لطيف عن الشارع ده عشان تبقوا فاهمينه، لأن عادة الشارع ده ملوش فوتج كتير على اليوتيوب. لو كتبتوا يعني الشارع الأحمر صعب إن هو يطلع لكم فوتج كتير من هنا، الناس بتخاف إن هي تصور. فحاولت إن أنا أبقى جريء شوية وأصور لكم على قد ما أقدر ومن غير ما ناخد مخالفة الحمد لله. فهو ده الشارع بيبدأ هناك أو هناك، وتقدروا إن أنتوا تتمشوا في الناحية دي وتلفوا وتعملوا يوتيرن وترجعوا تاني. وفي طبعا شوارع جانبية زي اللي هنا وهنا، وبصوا الناس بتسقف برضو لحد لسه طالع من الغرفة. فالموضوع هنا كومن ان هو اول ما تخلصوا المشوار اللي داخلين تعملوا جوه، اول ما تطلعوا الناس بقى تقعد تسقف لكم. فاحراج برضو يعني موضوع محرج، ولكن هنا انتوا عارفين الثقافات المختلفة ممكن يكونوا بيفتخروا ويبسطوا بالموضوع ده او يعني بياخدوها هزار ممكن برضو. ادي الشارع والتاني والثالث والرابع، وطبعا في حواري داخله يمين وشمال. ولكن بكده نكون نهينا الفلوج السريع الخفيفة عن الشارع الأحمر. يا رب يكون عجبتكم الفلوج. كالعادة استنونا بعد كام يوم في فلوج جديدة ومغامرة جديدة. Until then, take care and safe travels.